لما الولاد بيطلبوا مني حلويات سريعة دي أول حاجة بفكر فيها، ما بتاخدش وقت خالص وطعمها شبه التويكس. معايا بسكوت سادة أي نوع بطحنه في الكبة وبحط عليه معلقتين كبار من الزبدة السايحة وبقلبهم لغاية ما يبقى شبه رمل البحر. معايا كمان نص كوباية من الكريمة اللباني سخنتها في الميكروويف وممكن تسخنوها على النار. بحط عليها نص كوباية من الشوكولاتة الخام وبقلبهم لحد ما تدوب الشوكولاتة خالص. بعد ما الشوكولاتة دابت خالص بحط عليها معلقة صغيرة من الزبدة، بتديها طعم وغناوة حلوة قوي. عشان نرص الطبقات ببدأ أحط أول حاجة طبقة من البسكوت في الكاسات. الطبقة التانية هتبقى طبقة من الكراميل اللي ممكن تستخدموا الصوص الجاهز وممكن تعملوه في البيت بطريقة اقتصادية زي ما عملناه قبل كده في فيديو الدولسي دي ليتشي. ويا ريت بين كل طبقة والتانية نحطها ربع ساعة في التلاجة عشان تسقع، بس أنا عشان كنت بصور فمستنتش بصراحة. تالت طبقة هتبقى من صوص الشوكولات اللي جهزناه، وبعدها هحط طبقة من الكريم شانتيه الشوكولات، وده ممكن تجيبوه جاهز اكياس او ممكن كمان تعملوا كريم شانتيه عادي خالص وتحطوا عليه معلقة كاكاو خام. بعد الكريم شانتيه هحط طبقة تاني من البسكوت، وفي المرحلة دي زودوا البسكوت شوية عشان بيدي طعم حلو قوي. وبعد كده هحط اخر طبقة اللي هي طبقة من الشوكولات، وبعد كده زينوا زي ما انتوا عايزين بقى الوش شوكولات كراميل، لو عايزين فواكه كمان يمشي، مفيش مشكلة خالص. بصوا بقى الطبقات بعد ما سيبناها في التلاجة كده ترتاح بجد رهيبة. جربوها وهتعجبكم قوي، وبالذات لو عندكم أطفال هيحبوها. واوعوا تنسوا بقى اللايك والشير وسبسكرايب.